اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده كده هنعمل للفراخ بديل للعلف البياض اللي ممكن تكلفي نفسك بيه وتحطي له للفراخ. فهنعمل كده خلطة موفرة جدا ليهم، وفي نفس الوقت بتعلي من انتاج البيض عند الفراخ. ده طبعا البرسيم اللي كان بايت عندي، ابتديت ان انا بتنعميه خالص، بتخرطيه يعني تاني يوم وتحطيه للفراخ بتاعتك. فبيفيدهم جدا، سواء البط او الفراخ اي طيور بتربيها، وكمان بتوفري من العلف بتاعه. ده طبعا مش لوحده، هنعمل كمان خلطة من البيت كده بسيطة، بحيث ان انتاجهم يكون عالي والوزن بتاعهم يكون برضو ما شاء الله حلو. علشان لو انت حابة انك انت عندك في دفعة الفراخ فيها ديوك، تلاقيها يعني وزنها عالي وحجمها حلو لما تيجي انك انت تذبحي منه. طبعا ما شاء الله دي الفراخ البلدي والفراخ الهجين انتاجها حلو وعالي في البيض، وفي نفس الوقت ما بتكونش فرخة ضعيفة ولا مسيفة كده وتلاقاها ما فيهاش حاجة، لا وزنهم بيكون عالي وانتاجهم ما شاء الله بيكون عالي. فهنبتدي بقى ان احنا نشوف الخلطة اللي احنا هنعملها. ده طبعا كان بقى عندي كده قشور البصل اللي هي باقية من المطبخ، وكمان لو عندك شوية طماطم كده اللي هم الطماطم الطرية، فبرضو كمان ببتدي ان انا اقطعها مع الحاجات اللي بتكون باقية في المطبخ، وكمان بحط عليهم يعني في اول يوم كده شوية علف 21%، ما يكملش نص كيلو. وكمان في الخلطة دي كمان شوية عيش، العيش اللي هو بيكون برضو نفس الطريقة بايت العيش الطري. ببتدي ان انا اقطعه كده او افركه بايدي خالص ناعم، واحطه كمان في الخلطة. وكمان تحت الطماطم دي في بواقي الرز اللي بيكون باقي في المطبخ، او لو عندك اللي هو الكسر الرز اللي ممكن تشتريه بيكون سعره رخيص، يعني من المضارب بتاعت الرز، وتأكلها للفراخ، او ما شاء الله او السرس او الرجيع. فده برضو بيحمي عنقود البيض. ده الرز اللي كان فايض على شوية عيش، على شوية طماطم متقطعين كده. وده طبعا العلف ده بحب ان انا احطه في اول يوم كده، علشان مغذي برضو للطيور، ما نمنعهوش خالص نهائي عن الطيور طول ما هي بتنتج عندك وبتبيض. فلو كل يوم حطيت لهم كده في اول اليوم شوية منه بتكون حلوة جدا. طبعا الخلطة دي مع شوية البرسيم اللي انا كده قطعتهم ليهم، فده كده وفرنا من الاكل بتاعهم، وفي نفس الوقت بنفيد طيورنا. البدايل اللي هي بديل العلف البياض اللي هو السيرس او الرجيع، لانه بيكون فيه رز متفتت كده، برضو بيفيد الطيور اللي هي بتبيض، وبوفر من الاكل كتير، وسعره يعتبر رخيص جدا. يعني الكيلو منه في حدود 5 جنيه عندنا، معرفش بقى عندكم هيكون بكام. فما شاء الله الفراخ كده بتاكل خضرة، وبتاكل يعني الطماطم برضو فيها املاح، العيش برضو مفيد ليهم. لو هتحط لهم كده يعني مش على قد ما عندك يعني، قطعي لهم وحط لهم. فما شاء الله شايفين الفراخ ريشها بيلمع عليها كده، مفيش فرخة مسقطة الريش. الناس اللي هي بتشتكي من ان الفراخ الريش بتاعها نحل خالص، ده بيكون احيانا طبيعي، ان الفرخة كل سنة كده بتبتدي ان هي تغير الريش بتاعها، بتلاقيها سقطت الريش خالص وما فيهاش اي حاجة. فبتقعد فترة وبعد كده بيرجع الريش ينبت تاني ويطلع تاني، مفيش منه اي مشاكل. المهم طريقة التغذية الصحيحة اللي انت تأكلي بها الطيور، طول ما انت ما بتأثريش مع الطيور بتاعتك، وبتديهم من كل حاجة فيها غذاء ليهم. فما شاء الله يعني بينتجوا معاكي. وفي نفس الوقت كمان انا بعمل ليهم، هي الخلطات الطبيعية اللي انا دايما بعملها ليهم ما بين وقت للتاني. ممكن احط لهم مرة في الاسبوع او مرتين خل التفاح او الخل اللي هو العادي، الخل الابيض على المية. ده في يوم ممكن اغلي لهم الشيح برضو واحطه لهم على المية، يعني خلي التفاح واللي تحطه لهم مرة في الاسبوع،
والشيح برضو اغليه لهم على قد ما تقدري كده، واسقي الفراخ منه او الطيور على على خلى الريق كده في اول اليوم، برضو بيخلي الطيور بتاعتك ما عندهاش ديدان، وفي نفس الوقت بتاكل وبيظهر عليها. مش الفراخ اللي هي بتلاقيها دايما ضعيفة دي، حتى انت لو جيت انك انت تذبحي من الفراخ احيانا بتلاقي فيهم في المصارين بتاعتهم كده فيها ديدان، ده من التنقير على الارضية، من سوء التغذية بتاعتهم، من المكان لما بيكون مش نظيف، فده طبعا تأثر جدا على الطيور. طبعا بعمل خلطات كتير متنوعة كده ليهم، ما بكسلش يعني، فعشان كده ما شاء الله بتلاقيهم دايما الطيور بتاعتك منتجة، تربية بمكسب مش بخسارة. وفي نفس الوقت كمان بنوفر من العلف بتاعهم. ممكن تعملي لهم تشتري لهم السرس اللي هو الرجيع ده، وتحطيه مع شوية عيش باقيين عندك، عيش مدشوش او عيش اللي هو الطري، شوية خضرة. الخضار برضو بوفر كتير، وفي نفس الوقت ايه بتدخليه مع حاجات تانية، مش بتأكل الطيور دايما خضار لوحده. طبعا ما شاء الله انا دايما برضو بصور معاكم جمع البيض، حتى الانتاج بتاعهم بيكون عالي، ومفيش فرخة بتاكل البيض، ولا في فرخة كده بتسقط البيضة طرية، لان هما متغذيين صح. شايفين ما شاء الله. تعرفي ازاي ان الفرخة بتاعتك سليمة مش تعبانة ولا اي حاجة؟ بتلاقيها يعني نشيطة كده، والعرف بتاعها احمر كده، يعني ما شاء الله مورد، بتاكل وبتجري كده في المكان، مش فرخة كده الريش بتاعها منفوش، بتلاقيها واخدة جانب كده وما بتتحركش. طبعا المكان طبيعي ان هو لازم يكون فيه نسبة من الشمس، علشان الفراخ طبعا محتاجة للكالسيوم الطبيعي اللي هو موجود في الشمس، مع بودرة البلاط او الجرمات ترشهولهم دايما في المكان، وتدفي الطيور بتاعتك علشان ما تقطعش من البيض. المكان ده دافي وفي نفس الوقت فيه تهوية، فعشان كده ما شاء الله يا ريت كده ما تنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو. عايزين لايكات كتير جدا للفيديو، علشان من اللايك بعرف ان الفيديوهات بتعجبكم، فبقوم كده مكملة معاكم. طبعا ما شاء الله البرسيم ده يعني ساعة زمن ولا حاجة بلاقيهم اكلوا البرسيم ده كله، واكلوا الخلطة اللي انا بحطها لهم. طبعا دايما الفراخ اللي بتبيض عندك ما تشبعهاش عشان ما تعملش دهون، يعني ممكن تأكلهم مرتين في اليوم او بالكتير 3 مرات، من 3 مرات لمرتين بتكون كويس جدا ليهم، و وبيدوك انتاج عالي. حبيت ان انا اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.